السلام عليكم خوتي خواتاتي. تمكنت الفرقة الوطنية تحت إشراف الحموشي من اعتقال مجرم خطير هارب للعدالة عليه أكثر من 60 مذكرة بحث روشيرش في جميع أنحاء المغرب. هذا المجرم الخطير الملقب بالريفي بزناز الكوكا هو مرتكب جريمة قتل البوليسي هشام شرطي مرور الرحمة الدار البيضاء. من بعد تحريات الفرقة الوطنية والمخابرات المغربية FBI قدرات توصل للفاعل الرئيسي وتوصل للجنات الحقيقيين اللي من وراء هذه القضية مقتل البوليسي هشام، واللي كيترأسها بزناز كبير كيتاجر في مخدر الكوكا وكيوزع هاد المخدرات ديمو من حد سوالم برشيد نواحي الدار البيضاء وفي طنجة. هاد الريفي حاصرته رجال الأمن ولقاو القبض عليه، ومن يمشاو فتشوا المنزل ديالو لقاو عنده كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومن المخدرات الصلبة. غتكونوا كتسائلوا تقولوا شنو علاقة تاجر المخدرات بالبوليسي هشام؟ هذا هو اللغز المحير اللي باقا الشرطة القضائية كتحقق فيه وبغات تعرف الدوافع والأسباب اللي خلات هاد البزناز يقتل بوليسي المرور. إخواني أخواتي، وصلتنا بعض المعلومات ولكن باقي ما مأكديش من صحة الكلام ديالها، وحنا في هاد القناة كنقولوا الحقيقة فقط، الأخبار الكاذبة ما عداش. لحد الآن باقي ما عرفوش علاقة البوليسي هشام بالبزناس. كنتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعموني بلايك وبارطاج الفيديو. السلام عليكم.